حكينا عن متبل اللفت ومتبل الفول. بدي أحكي للصبايا اليوم الفرق بين البابا غنوج ومتبل الباذنجان. الجهتين المكون الأساسي الباذنجان، وفي تومة وفي ليمون وشغلات مشتركة. بس شو الفرق بين متبل الباذنجان والبابا غنوج؟ وإذا أنت بالبيت ما حدا غيرك بحبهم، بتقدري بباذنجانة واحدة تعملي صحنين صغار إلك، وأنا عملت اليوم بباذنجانة صحنين، كمية صغيرة بس علشان نعرف كيف نعملهم. سهل كتير طبعا، وهم يعتبروا مقبلات ويعتبروا أكلة رئيسية تؤكل مثلا مع بطاطا مقلية، مع أصناف المقالي، ولو إني بعتبر المقالي أكلة صعبة. لنتبل الباذنجان بدنا لبن، زبادي، طحينة، ليمون، بندورة وتومة، كله عن نظر. ولا البابا غنوج بدنا فلفل أخضر حلو وفلفل أحمر وليمون وراس بصل، يكون حبة صغيرة أو نصف حبة كبيرة، وبدنا توم برضو حسب الرغبة. طبعا بدنا ملح للجهتين، ودبس رمان اختياري، وقرن فلفل حر برضو اختياري للجهتين حسب الرغبة. عملت الصنفين بباذنجانة واحدة، شقحتها من عدة جوانب علشان تستوي معانا في الشوي. زمان كانوا جداتنا يشووا على الغاز، وممكن نشويها بطنجرة الكهرباء هاي القديمة، احنا بنحكي لها في نابلس طنجرة الكهرباء، في بلاد تانية بيقولوا لها خبازة، بس هاي الطنجرة اللي بهذا النوع اسمها طنجرة الكهرباء، وهاي الطنجرة هي أصلا من نابلس. وكتير بشوي عليها أشياء وبحسها كتير عملية، خصوصا شوي الجبنة، ومرات بخبز عليها الكماج النابلسي، الخبز العادي. تعلمت هاي الطريقة من ستي. هاي طنجرة الكهرباء قديمة، في منها بيكون القطعة التحتانية عالية أو بتكون واطية، فلما تكون واطية ممكن تنحرق الباذنجانة قبل ما تنشوي. عندي طنجرة ألمنيوم قديمة حطيتها، وحطيت صينية علشان ما تنحرق الطنجرة، وكل شوي كنت أقلبها وأرجع غطاية الطنجرة الكهرباء عليها حتى استوت تماما. وإذا على الغاز برضو كمان لازم نضل نقلبها. طبعا انتوا اشووا الباذنجان بأي وسيلة شوي عندكم، مع تقليب حبات الباذنجان باستمرار على طول، ضلكم تفقدوهم. خلينا نبدأ في متبل الباذنجان. بدي أجهز الخلطة. بدي 3 معالق طحينة، حطيت لهم معلقة لبن، زبادي، ورشة ملح، ومعلقة دبس الرمان، وشوية ليمون يعني نص ليمونة، وحركتهم مع بعض. إذا لقيتهم جامدين ممكن أضيف ليمون أو لبن أو شوية مي خفيفة. حركتهم مع بعض، وطبعا هاي الكمية كبيرة لنص الباذنجان اللي بدي أعملها أنا متبل. فرمت فلفل حار اختياري، بدي أضيف معلقة صغيرة على الطحينة، وهيك بتكون خلطة المتبل صارت جاهزة، بس نشوي الباذنجانة. وبالنسبة للبابا غنوج فرمت فلفل حلو ونصف حبة بصل أو ربعها، لأنه كمية الباذنجان قليلة، فكمية الخضار رح تكون كبيرة للباذنجانة، بعملها فتوش أو سلطة. وهلأ كمان بدي أفرم نصف زر فلفل أحمر حلو، طبعا مش حار، ما بدنا المكونات تكون خشنة جوا البابا غنوج. نصف قرن حر أو أقل. طبعا زر البندورة بدنا نفرمه كمان فرم ناعم، بنشيل القمعة، وهيك بنكون إحنا جهزنا الخضار اللي بدنا نضيفها لنصف الآخر للباذنجانة. طبعا الكمية كبيرة كثيرة، فبدي أخذ فقط زبدية صغيرة أضيفها على نصف الباذنجانة. بدي أهرس التوم علشان نقسمهم للبابا غنوج، وتومة لطحينة المتبل الباذنجان. بعد ما استوت الباذنجانة، وطبعا حسب الشواية بتعرفوا، المهم إنه بيكون حجمها تقلص، منقشرها وهي سخنة، بنحاول إنه نقشطها قشط الباذنجانة من الداخل عن القشرة. إذا بدكم تعملوا صنف واحد، نص الباذنجانة اقسموه طوليا، لأنه عند القمعة بتكون سميكة أكتر من بقية الباذنجانة، لكن أنا بدي أعملهم الصحنين، فعلشان هيك رح أفرمهم مع بعض. بعد ما قشطتها عن القشرة نفرمها بالسكينة، وإذا ما انفرمت هيك بسهولة بتكون الباذنجانة مش مستوية. وممكن برضو بفرامة الملوخية بنفرمها حتى تكون متجانسة، بس ما نخليها كتير خبيصة. هلأ أنا بدي أقسم الكمية قسمين في صحنين، صحن للبابا غنوج وصحن لمتبل الباذنجان، واللي بتفضلوه أكتر خلوا الكمية فيه أكتر. المتبل بدي أضيف عليه خلطة الطحينة اللي عملناها مع التومة والفلفل ودبس الرمان والليمون. منجهز البابا غنوج، منضيف الخضار اللي فرمناها ناعم على الباذنجان، ومنرش ملح، ومنضيف دبس الرمان اختياري، وطبعا لازم نحط ليمون كمان لأنه ما ضفنا عليه ليمون من الأول. ومنخلطهم منيح، ومنزينهم بالبندورة البابا غنوج.
ومتبل الباذنجان منزينه في البقدونس والسماق والكمون. وأكيد أهم إشي بالآخر زيت الزيتون، خير بلادنا، الله يديمها نعمة إن شاء الله يا رب ويفرجها علينا ويهدي بالنا. عقبت عليكم بالعافية، تحياتي عريب العزيزي.